مساء الفل واهلا بيكم ولقاء جديد من اخر النهار. هو الحقيقه في مشكله جامده صراحه، انا اكتشفتها النهارده وعدت علينا امبارح، وهنعملها سؤال الحلقه، بس هي عايز تفكير وتركيز، لانها مش زي كل المشاكل اللي قابلتنا قبل كده. يا ترى الأوراداتي لما يموت، القرد لما يموت الأوراداتي يشتغل ايه؟ لما القرد يموت الأوراداتي يشتغل ايه؟ عايز تفكير جامد، فكروا فيها وهنستقبل تليفوناتكم. ده كلام قاله الرئيس امبارح للناس في السعودية في اللي قطر، قال لهم وفي إشارة للمخربين ومروجي الشائعات، قال الرئيس جراب الحاوي مليان، يخرج مرة حمامة فتقول له تمام ده راجل طيب، المرة الجاية يخرج لك، هنا حطينا نقط ولكن تعبان، فيكمل مع الهتيفة تعبان. ويواصل الرئيس الاستعانة بالأمثلة فيقول لو مات القرد الأوراداتي يشتغل إيه؟ ده سؤال وجيه جدا جدا جدا، ما يصحش ان احنا نعديه ونمر عليه مرور الكرام. يمكن نحب نسأله من ضمن الإنجازات اللي بيقوم بيها، ما احنا في زمن عجب. عايز تسمع العجب اللي أكتر من الأوراداتي يشتغل قرد، ولا القرد يشتغل أوراداتي؟ قنديل الإعلام يغطي على إنجازات الحكومة، يعني الحكومة بتعمل إنجازات وإحنا بإيه؟ بنغطي عليها، مع انه عنده بوابه بيتكلم منها، وعنده محطات بيذيع فيها اخبار، وعنده تلفزيون، وعنده محطات هنا وهنا 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 وهنا. بس اسمعوا بقى الكلام اللي قايله السيد رئيس الوزراء. قال هشام قنديل رئيس الوزراء ان اهم انجازات الحكومه هي مساله البوتاجاز. اهم انجازات الحكومه البوتاجاز. طب دي جايز تمشي شويه، لان فعلا ازمه البوتاجاز السنه دي مش زي اي ازمه كل سنه، ولان في ازمه فعلا، انما لانه كمان هم حلوا المشكله بانه غلوا الانبوبه غاليه. ومنظومه الخبز والتوظيف والسياحه والاستثمار والامن والطاقه، دول انجازات الحكومه زي ما هو قايل. والسعي دي بقى الحاجه الوحيده اللي فيها سعي، والسعي لفرض سياده الدوله، معترفا بأن ما قدمته الحكومة لا يتواكب مع تمنيات الشعب. وأضاف قنديل أن الإعلام يغطي على أي إنجازات تقوم بها الحكومة، وأن هناك من يتاجر بأحلام البسطاء من خلال أبواق بالقاف الإعلام. مش عارف أنا طبعا إيه إنجازات الحكومة في منظومة الخبز، في التوظيف، في السياحة، تصوروا السياحة، في الاستثمار، في الأمن والطاقة، الأمن اللي كل الناس بتصرخ منه، إنما لما بنعيش بنشوف العجب. طيب الكلام قنديل ده قصاد ورطة مرسي المالية في الطريق إليك، ده الشروق النهاردة على طول كده. رامز مرسي المركزي لا يستطيع تدبير دولارات لاستيراد السلع الأساسية. المالية تعد 3 موازنات وترسل واحدة فقط إلى صندوق النقد. مصدر حكومي لا نملك السيولة لاستيراد القمح. ده كلام مكتوب النهارده في الجرايد. تخفيض التصنيف الانتمائي ل5 بنوك مصرية. احنا يعني نعمل ايه بقى؟ يعني نعمل ايه في الحكاية دي؟ حكاية ان هم بيقولوا اي حاجة تعجبهم، ومتصورين ان الناس مش فاهمين حاجة. ازاي يتعاملوا مع الناس بالطريقه دي؟ ده مش بس متصورين ان الناس مش فاهمين حاجه، ده متصورين ان الناس كفره. شوفوا النهارده عاصم عبد الماجد بيقول ايه. قال المهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعه الاسلاميه ان المعارضين يريدون اسقاط الدكتور مرسي لانه يقول، او لانه رجل يقول ربي الله، ويمثل فصيلا إسلاميا، وأنه لو كان على سدة الحكم غيره من العلمانيين أو الليبراليين ما كنا شاهدنا هذا الكم من الفتن وأعمال الشغب والاعتراضات ومحاولات إسقاطه وإفشاله.
طب دول تقول لهم ايه بقى؟ تقول لهم ايه؟ دول بيتعاملوا معانا ازاي دول؟ يعني ان المهندس عاصم عبد المجيد راجل مهندس محترم وله كل التقدير والاحترام، يقول لك ان احنا عايزين نسقط مرسي عشان بيقول ربي الله، على اساس ان احنا بنقول ايه؟ على اساس ان احنا بنقول ايه يا باشمهندس؟ بنقول ايه؟ بنقول ربي اللات والعزى ولا بنعمل ايه؟ يعني مش عارف الواحد مش عارف يقول ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. لكن اهم حاجه في الموضوع اللي لازم نعتبرها اعتبار دقيق ومهم، هي انه لما القرد يموت الاوراداتي يشتغل ايه؟ هسيب لكم السؤال ده وجاوبوا عليه بعد الفصل.